شايف الاقتصاد صعب؟ صح؟ لا مش صح. اهلا بيكم، انا عز الغريب ودي حلقات ايكونومكس 101. الاقتصاد ببساطه هو العلم اللي بيشرح لنا ازاي الناس بتتصرف في مواجهه الموارد المحدوده. يعني مثلا معاك 100 جنيه وعايز تشتري اكل، تشحن، تخرج، ايه الاولويه؟ دي اول لمسه من الاقتصاد. طب لو قلت لك انك بتتعامل مع الاقتصاد من اول ما تصحى لحد ما تنام، لما تفطر فول ده مرتبط بالسعر، ايه اللي مرتبط بالانتاج، ايه اللي مرتبط بالمناخ، اللي مرتبط بالحكومه، سلسله قرارات متشابكه، وكل ده الاقتصاد. ولما تلاقي الاسعار بتغلى ده غالبا بسبب فرق ما بين العرض والطلب. الناس كلها عايزه سلعه معينه لكن المعروض قليل، سعر بيعلى. طب والبنك المركزي اللي بنسمع عنه دايما ده بقى زي قائد الاوركسترا، بيحاول يظبط الايقاع الاقتصادي، بيقلل التضخم ويحرك الفوائد عشان السوق يمشي بسلاسه. في مصر الاقتصاد مش بس ارقام، هو صوت الشارع وسعر الطماطم واللي بيحصل في المصانع. في السلسله دي هنتكلم عن كل ده ببساطه ومن غير تعقيد. هتفهم يعني ايه تضخم، ليه الدولار بيأثر في حياتنا، وازاي تاخد قرارات ماليه ذكيه. لو عايز تفهم اللي بيحصل حواليك اعمل فولو، تابعني في الفيديوز اللي جايه. ما تنساش تكتب لنا في الكومنتس ايه اكتر حاجه حضرتك في الاقتصاد وعايزنا نفهمها سوا.